بمناسبة زيارة الكابتن محمود الخطيب للأستاذ ياسين منصور النهارده واللي نقلها بعض المواقع الإخبارية والرياضية، عندي معلومة من أحد المقربين من الكابتن محمود الخطيب أن هناك مقترح يتم العمل عليه في الفترة الحالية، إن الكابتن محمود الخطيب ينزل رئيس للنادي الأهلي في الانتخابات الجاية، على أن يتم الاستعانة بالأستاذ ياسين منصور كنائب للرئيس، بس الأستاذ ياسين منصور بالبلدي كده هو اللي هيشيل الشيله، وهو اللي هيكون في وش المدفع. ورأي الكابتن محمود الخطيب هيكون استشاري، كل فتره كده هيجي النادي يبص الاوضاع تمام، الدنيا تمام، ويطمن على الوضع العام، ولكن اللي في وش المدفع هو هيكون الاستاذ ياسين منصور. وانا بشوف المقترح ده كويس جدا، لان الاستاذ ياسين منصور ما قبل ذلك كان فقط داعم للنادي الاهلي، يعني الاستعانه ببعض الحاجات للاستاذ ياسين منصور لما يكون عندي نقص مادي في حاجه، صفقه ما، مش عارف ايه، شويه حاجات كده داخليه، يعني الناس ما تبقاش عارفاها، ولكن كان هو داعم فقط. غير لما يكون ايدك في المطبخ بقى زي ما بيقولوا، تبقى صاحب قرار وصانع قرار لمؤسسه كبيره زي النادي الاهلي. اعتقد ده حل كويس جدا، والعلاقه قويه ما بين الاثنين، ما بين الكابتن محمود الخطيب والاستاذ ياسين منصور. وسيبكم اللي يقول لك اصله كان رئيس الشركه فمشي فشايل منه فمش عارف ايه، مفيش الكلام ده خالص. علاقه قويه جدا 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 ما بين الكابتن محمود الخطيب والاستاذ ياسين منصور، واتمنى المقترح ده يتم، ويتم الاعلان عنه في الفتره اللي جايه عشان نبتدي نشتغل ونفوق للنادي الاهلي بقى.